مالك يا معلم؟ من امبارح مفيش حد عارف يتكلم معاك. ما دقتش ازاي؟ على فكره الحكيم بيقول ان كده غلط. هو الأعور فين؟ العوض راح يجيب فضل. طب من هنا لحد ما فضل يجي أنا مش عايز حد يتكلم معايا. بكيفك. معلش يا ست عزيزة، تعبتك يا اختي معايا انتي وشكر. ما نجيلكوش يا رب في حاجة وحشة. ليش كده يا زينب يا بنتي؟ تعرفي امك كانت غالية عندي قد ايه؟ والله العظيم يا ست زينب الجمالية كلها زعلت عليها. أمي ما كانش في ست زيها، ما كانتش بتزعل حد أبدا منها، كانت بتجامل كل الناس، بتحب كل الناس. الله يرحمها ويحسن إيديها. ربنا يرحمها ويصبرك يا زينب. أمي وحشتني يا فضل، وحشني حسها في المكان. الحمد لله يا فضل إن أنا غضبت وجيت قعدت معاهم، وإلا ما كانش زماني شفتها قبل ما تموت. الحمد لله، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا. والنبي ما تعملي في نفسك كده يا ست زينب. أنا هاخد مراتبك معايا. تعيش يا شكر. أنا مش هقدر أسيب بيت أبويا وأروح في أي حتة. براحتك. فاكرة يا نورة ستك كانت بتقول لك إيه قبل ما تموت؟ كانت بتقول لك ما تبكيش، ما تبكيش يا نورة إلا على الغالي. أمي كانت عارفة إنها هتموت. يا حبيبتي يا أما، يا حبيبتي. طب بقول لك يا زينب، ما تاخدوا نورة في حضنك وترتاحوا لكم شوية عشان لو في عزا بالليل ولا حاجة. أنا يا أخويا مش هعمل عزا. أمي ما كانتش بتحب العزا ولا بتحب الحزن. أنا مش عايزة أشوف ناس يا فاضل. طب قوم ارتاحي لك شوية لحد ما يحلها الحلال. يلا يا شكر، يلا يا بنتي، شد حيلك يا ضنايا، هنرجع لك تاني. شقر عليك يا الله يرحمك يا ام حسن، الله يرحمك ويحسن اليك. أما. بقول لك إيه يا أما؟ إيه؟ وإحنا مش هنعدد عليها؟ العدد ايه يا بنت؟ احنا بنعدد على الناس اللي مش قريبين مننا، انما ام حسن كانت قريبه قوي لقلبي وده صعب قوي. الله يرحمها يا أما. يلا خليهم يستريحوا شويه واحنا نلحق نعمل لهم لقمه ياكلوها. يلا يا رب يا ستر. بقاء والدوام لله. وبعدين يعني انت هتفضلي قاعده طول اليوم مع الجدع ده؟ هو ايه الحكايه؟ الجدع تعبان وبساعده. خير يا ابو ضيف، في حاجه؟ اهو هناك اهو. يلا تعالي لنا على جنب كده يا شاطرة. جرايه يا جدع انت هو، في ايه؟ عليك كده. أظن أنا الأوان يا أبو ضيف، كفاية عليك كده في الدنيا. جرايه يا جدع انت هو، انتوا عايزين منه ايه؟ لا دلوقتي. انت هتفكر خد رايح فين؟ ابو ضيف. يا ابو ضيف. يخرب بيتك. انت كويس يا معلم؟ انت كويس؟ الف شكر يا معلم.
الف شكر. خير يا معلم. قتلت القتيل وجاي تمشي في جنازته. انا هعمل حساب الظرف اللي انت فيه. وبعدين هو انا جيت جنبك يا بنتي؟ جيت جنبنا. لما موتت امي يبقى قهرتها على ابنها قدام عينيا، تبقى جيت جنبنا. ابنها اللي منعت الناس كلها تتكلم عليه وما رضتش تعمل له عزا، وبوظت سمعته وسط الجماليه. جيت ولا ما جيتش؟ انا مش هرد على مراتك وانا في بيتك يا فضل، ولا رد؟ خلاص يا زينب ادخلي جوه دلوقتي. لا مش خلاص. خلص الكلام يا زينب. عزاك مش مقبول. جرى ايه يا زينب؟ انت يا اختي بتعملي فيا كده ليه؟ ده انا قلبي اتفطر عليها ساعة ما عرفت اللي حصل لها. انت اكتر واحدة عارفة انا كنت بحب الست حورية قد ايه. بتحبيها؟ انت يا اختي اللي زيك ما بتحبش غير نفسها وبس. ولولا وقفة جوزي انا كنت عرفتك كويس قوي انت وجوزك عملتوا ايه عشان امي تموت. بقى كده ماشي. يلا يا جميلة. معلش يا معلم، عشان خاطري ونبي يا اخويا ما تاخد على خاطرك منها. معذورة قلبها مفتور على امها. معلش والنبي يا معلم خليني قاعدة معاها شوية. انا قلت يلا يا بنت، يلا. يلا يا ليل. انا هقعد مع نورة شويه بعدين هحصلك على البيت. ماشي، متعوقيش. يلا. خير. مش انت بتدور على جتة الاسطى حسن؟ وطي صوتك. في ايه؟ انا جاي لك من طرف حد يعرف الجتة دي فين. هو الجتة دي فين؟ تعالى معايا واقول لك على كل حاجة. ماشي، لحظة يا معاك. في مشكلة كبيرة في العربخانة ولازم اروح لهم حالا على ما انت ترتاح لك شوية. ماشي؟ يلا بينا. انت عارف يا عور اللي بتقوله ده لو طلع على ما فيش عليا الطلالة طواق وخرشمك هنا. يا عم اهدى علينا شوية، انت متصربع كده ليه؟ ما احنا وصلنا خلاص. فين يا عم؟ مش شايف حد. يا عم هتشوف ده. مثبت العالي في النافوخ. ازيك يا فضل؟ حسن